هاي everyone، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. انا كنت عايزه اعمل لكم فيديو من قبل كده بفتره، بس انا كنت واخده دور برد جامد قوي. كان صوتي متغير، ويمكن صوتي في الفيديو ده يكون متغير لحد ما، بس يعني الحمد لله انا بقيت احسن. فيلا بينا نقول فكره الفيديو بتاعت النهارده. فكره الفيديو بتاعت النهارده هتكون عن احسن الكلينزرز اللي انا جربتهم. بصراحه كانوا افكت جدا معايا. في واحد فيهم انا لسه جايباه من فتره صغيره، يعني انا النهارده مش هقول لكم عنه الريفيو الكامل، بس يعني هحطه في الفيديو عشان هو عاجبني. بس انا مش هقول لكم برده الريفيو الكامل عنه، هيكون اصلا في فيديو لوحده. فان شاء الله يعني الفيديو ده هيبقى ينزل يعني كمان حبه. والنهارده بقى هقول لكم برضو عن في برضو واحد فيهم مكانش افكتيف معايا قوي، فبرضو اقول لكم عليه. ويلا بينا نبدا الفيديو. واول واحد هنبدا بيه النهارده وهو شان. الغسول بتاع شان ده بجد هو من افضل الحاجات اللي انا استخدمتها. فعلا الافكت بتاعه كان تحفه. يعني ما كانش بينشف بشرتي خالص. انا اصلا بشرتي في الشتاء جافه جدا جدا جدا، لكن بشرتي في الصيف بتبقى بجد اويلي جدا جدا. فكنت في الصيف كنت يعني بحتاج حاجة للبشرة الدهنية او للبشرة المختلطة، ولكن في الشتاء كنت بحتاج قوي حاجة للبشرة الجافة، عشان لو انا كنت استخدمت حاجة للبشرة الدهنية المختلطة كان هتنشف وشي جدا. لكن شان ده هو اصلا مفروض للبشرة العادية والبشرة الجافة. فالصراحة كان الافكت بتاعه تحفة تحفة الصراحة معايا. كان افكتيف جدا على بشرتي. بصراحة كان عاجبني جدا، وكمان سعره حلو قوي يعني بمناسبة الاسعار الفترة دي. بس هو سعره الصراحة تحفة. وبعد كده معانا في جربت من ايفا 3 حاجات. 3 حاجات بقى من دول من ايفا. انا هبدأ الاول من يعني من الاقدم للاجدد. الاقدم ده اللي هو ظاهر قدامكم على السكرين. في منه البشرة الجافة والبشرة العادية، وفي البشرة الدهنية. بس انا ساعة ما جربت البشرة الجافة عشان برضو كنت في الشتاء. فالإفكت بتاعه ما كانش يعني احسن حاجة قوي. يعني كان بينشف بشرتي يعني شوية صغيرين، مش قوي يعني، بس كان بينشف بشرتي، بس كان يعني ايه اللي هو يعني بيأذي الغرض. وكمان هو كان حلو جدا في حاجة، يعني مثلا لو كان حد حاطط ميك اب مثلا او ماسكارا مش عارف يشيلها، ده برضو بيشيل الميك اب حلو جدا. فلو حد عايز يجيبه كمان يعني يغسل وشه بيه بعد الميك اب، فهو بيكون صراحة حلو جدا كمان. بس يعني الافكت بتاعه معايا ما كانش احسن حاجة. وبعد كده انا جربت بقى ايفا كولاجين، اللي هو ده عايزه قدامكم على السكرين. ده الافكت بتاعه صراحة كان تحفة. كان بيسيب البشرة كده مشدودة بطريقة حلوة، وكان بيخلي شكل البشرة صراحة تحفة. ما كانش بينشف بشرتي خالص، كان تحفة كده. بيسيب كمان البشرة مترطبة. كان صراحة افكتيف جدا على بشرتي وكان عاجبني. وبرضو كل يعني الحاجات اللي انا قلتها دي اسعارها حلوه بمناسبه الفتره دي. بس طبعا انا ساعه ما جبتها كان غير سعر دلوقتي، عشان الحاجات دي اللي انا جربتها قبل كده. بس يعني برضو سعرها مازال لحد دلوقتي كويس جدا. وكمان ان شاء الله يبقى كمان يعني ايه لما انتوا تجيبوه يكون برضو افكتيف على بشرتكم. وصراحه هو عجبني. في بقى اخر حاجه من ايفا، بس انا برضو ده اللي انا مش هقول عليه بقى الريفيو الكامل، اللي هو بقى اجدد واحد من ايفا من لاين جلو ناتشورال. ده الصراحه هو ده اللي انا جربته للبشره الدهنيه. عشان دلوقتي انا لسه كنت جايباه عشان بقى الصيف وكده بجد يخلي بشرتي اويلي جدا الصيف. فكنت محتاجه حاجه بقى اللي هو ايه حلوه تكون بشره دهنيه، ما تكونش يعني للحبوب قوي، بس على قد ما انا كنت عايزاه الحاجه تكون للبشره لما تكون فيها اويل كتير كده. فهو بجد بينظم الافرازات دي، بيخلي الصراحه شكل البشره تحفه. بس انا قلت انا مش هقول الريفيو الكامل، لان في بقى انا هنزل فيديو ان شاء الله لللاين ده كله بالحاجات كلها انا جربتها. انا جربت معظم الحاجات من اللاين ده، فان شاء الله هيبقى ينزل فيديو تاني عشان يكون اللي انا جربته فتره طويله، عشان يعني يكون ايه ان انا هوريكم ريفيو بشكل احسن من انا مثلا اكون مجرباه فتره صغيره. فيلا بينا ندخل على اللي بعده. كمان دلوقتي بقى هقول لكم عن حاجه تانية من غسول ستارفل، هو تي تري اويل، لو يظهر قدامكم على السكرين ده. ده برضو
تحفة. ده برضو انا كنت جربته في فترة، لان برضو بشرتي كانت مختلطة كده، يعني مايلة للدهنية شوية. كنت برضو جربته صراحة، كان حلو برضو، ما كانش بينشف بشرتي خالص، وكان حلو وبيسيب كده البشرة يعني شكلها حلو وجلو حلوة. بصراحة هو عجبني جدا. بس ده طبعا ما ينفعش البشرة الجافة، يعني انا ما ينفعش مثلا احطه على وشي في الشتاء، عشان زي ما قلت لكم ان بشرتي في الشتاء مايلة للجافة جدا جدا. انا بقى اخر حاجة برضو من ستارفل، وهي صابونة التفتيح دي. دي برضو الفكت بتاعها بجد فوق الرائع. يعني لما حد مثلا يكون عايز وشه مثلا مسمر من الشمس بقى، من اي حاجة يستخدمها. بس الصابونة دي ما ينفعش للبشرة اللي فيها حبوب اكتف او فيها حبوب عموما، عشان هي مش هتبقى احسن حاجة على بشرتهم. لكن البشرة الجافة العادية المختلطة مايلة للجافة، المختلطة المايلة للدهنية اللي مفيهاش حبوب مثلا، بس بيكون في وشهم مثلا اويل بس كده، فده تاني هتبقى تمام على بشرتهم. ولكن اللي فيها حبوب دي اللي ما ينفعش خالص. بس هي بجد فوق الروعة في التفتيح، حلو جدا. وكده يعني هيكون معظم الحاجات اللي انا جربتها، وفي في كمان حاجات جربتها بس هتبقى فيديو تاني. فده كده يكون الفيديو خلص على كده، وان شاء الله يكون ان انتوا استفدتوا. وان شاء الله ان شاء الله يعني اكون اقدر اعمل اكتر من فكرة في الفيديوهات اكتر من كده، واعمل لكم فيديوهات كتيرة الفترة الجاية. واشوفكم الفيديو الجاي. باي.